جديد. وهذا الشيء نقوله بالنسبة حتى لبعض المباني التراثية. بعض المباني التراثية لا يمكن وتضمنت عروض حول الثقافة وكذلك مشكل الماء المطروح بحدة. حقيقة كانت المواضيع جد أساسية ومهمة، وتطرق السيد المحافظ السيد المتعلق بالثقافة لموضوع هام جدا يتعلق بالثقافة المحلية الحسانية الأمازيغية، وكذلك كل ما يتعلق بالثقافة المحلية. كذلك كان هناك عرض ديال المحافظ اللي حقيقة أفاض فيما يتعلق بالثقافة الشاملة في المنطقة. الموضوع الثاني كان يتعلق بمشكل الماء. حقيقة مشكل الماء مطروح بحدة على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد الوطني. بعد ذلك تمت عروض اللجان المختصة للجنة، وكان فعلا الحضور مهم، وكانت حقيقة عروض جيدة، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العرض الذي ألقيته أمام الدورة الثالثة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان يتمحور حول الأنشطة الثقافية بما في ذلك البنية التحتية، ثم المهرجانات ومعارض الكتاب، وما يتعلق بالموسيقى، وما يتعلق بطبع بعض الإصدارات التي تعنى بهذا الجانب. وقد تحدثت بصفة شمولية عن الحقوق الثقافية والاستفادة من هذه الحقوق، وبإشارة أيضا إلى بعض المعوقات البسيطة وبعض المعوقات التي لا تدخل في إطار اختصاصات المدير الجهوي لوزارة الثقافة. وعلى كل حال كان عرضا فيما أرى على أنه كان شامل وبشكل شمولي، وحتى أن المداخلات السادة أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كانت مثمرة ومفيدة جدا لنا من أجل اتباع تلك الأعمال التي كنا نقوم بها ومحاولة بلورتها من جديد وإطعامها بما تفضل به السادة الأعضاء من ملاحظات سنعمل عليها إن شاء الله مستقبلا. شكرا. تشرفت اليوم بتقديم عرض مستفيض حول تدخل المكتب بجهة قلمي مودنون أمام أنظار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة قلمي مودنون. هذا العرض تمحور حول المحاور الأساسية لتدخل المكتب، كما أشرت إلى هناك معطيات عامة تخص الجهة وفيما خاصة الساكنة ديال الجهة التي تقدر حاليا بما فوق 450 ألف مواطن. المكتب يتدخل حاليا في 8 بلديات بالجهة، بالإضافة إلى 21 جماعة قروية و507 دوار. فيما يخص المشاريع اللي حاليا في العالم القروي، هناك مشروع اللي هو في طور الانتهاء، وهو يخص جماعة إيمين فاس وصبويا، جماعة أنفق، جماعة تيغرت، وجماعة المسيد. فيما يخص الرهانات المستقبلية، المديرية حاليا والمكتب يقوم بمشاريع مهمة جدا في هذه الجهة، وخاصة
في الفترة خاصة استنادا إلى البرنامج الوطني للماء الصحي والشرب والسقي 2020-2027. حاليا نقوم بإنجاز مشاريع مهيكلة في الجهة وتخص الفترة ما بين 2022 و2024، وتهم جماعات مستي، تانغارفا، تيوغزا، تأمير لفت بإقليم سيدي إفني. هذه تقريبا 339 دوار. هذا الشطر الأول سيتم إنجازه من 2022 إلى 2024، ويخص يعني إنشاء منشآت الإنتاج ومنشآت التوزيع بشراكة مع لاريب ديال جهة قلميم ودنون. فيما يخص يعني الفترة ما بين 2025 2070 فهناك استثمارات أخرى تقدر بما يفوق 771 مليون ديال الدرهم، وتخص جميع الجماعات والدواور بالإقليم. شكرا. طبيعية صعيب جدا، الصعيب وغير واقعي، لأنه غير ملي كنبغيو نديرو مثلا تصيف شي حاجه بحال هكا. الثقافه المهنيه وخاصه بجهتنا السي المحضر شار واحد المساله، راه تعدد الثقافات والتنوع الان راه بكل صراحه الثقافه سأتكلم عنها كنتكلم عن الهويه.